لو عاوز تبني علاقة قوية مع جمهورك استخدم المحتوى التفاعلي. طب ايه هو المحتوى التفاعلي؟ المحتوى التفاعلي ببساطة هو مفتاح بناء علاقة قوية مع جمهورك، عن طريق ان انت تستخدم محتوى الاسئلة، الاستطلاعات، المسابقات عشان تشجع جمهورك يشتركوا فيها. وتقدر ان انت تعمل حاجة كمان اجمد من ده كله، وهو ان انت تقدم لهم قيمة مقابل التفاعل. زي مثلا ما اقول لك لو انت عاوز تاخد اول حلقة من الكورس مجانا، تقدر ان انت تكتب لي مهتم في الكومنت، وهبعت لك لينك الحلقة علشان تشوفه، ولو عجبتك الحلقة تقدر ان انت تشترك معانا. فانا كده خليته يعمل كومنت بكلمه مهتم ويتفاعل مع المحتوى بتاعي علشان ابعت له اللينك اللي فيه حلقه فعلا هتفيده من بدايه الكورس. فدي نقطه مهمه جدا تقدر ان انت تستخدمها لو انت بتقدم حاجه مثلا جمهورك عاوز يعرف عنها، بتقدم كتاب الكتروني، بتقدم نصايح. تقدر ان انت تخلي جمهورك يتفاعل مع المحتوى بتاعك مقابل ان انت تبعت له حاجه قيمه يستفيد منها فعلا. بس كده وببساطه هي دي طريقه صنع المحتوى التفاعلي. انا زياد سليم، واحنا هنا كنا في داجوت اكاديمي. لو عاوز تعرف اكتر عن الديجيتال ماركتنج او تاخد اي مهاره تفيدك في سوق العمل، تقدر تخش على المنصه بتاعت داجوت اكاديمي وتشوف الكورسات اللي عليها، ونبقى مبسوطين ان انت تكون معانا.